تكرار لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر بعض أهل العلم عنها أنها تدك الجبال. تعرف يعني إيش لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة لي على صنع شيء إلا بالله. الحول والقوة بيده. إذن والله ما أخاف. لما احنا بنسمع الأذان المؤذن بينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لن يأتي للفلاح والصلاة إلا من أراد الله بحوله أن يجري أقدامه. يعني مش هقدر أقوم وأتوضى وأنزل وأروح المسجد وأصلي إلا لما ربنا سبحانه وتعالى يعيني. من أكثر الأشياء اللي حسيت إن سبحان الله تعيني على قضاء حوائجي تكرار لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة والله خيالية، احنا مو معطينها يعني للأسف اهتمام جيد. هي كنز من كنوز الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صفقة الحوقلة النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 كلمات عن لا حول ولا قوة إلا بالله. ال3 كلمات يزلزلوا القلب. الكلمة الأولى اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها أنها كنز من كنوز الجنة. الكلمة الثانية عن لا حول ولا قوة إلا بالله أنها باب من أبواب الجنة. الكلمة الثالثة أنها من كنز تحت العرش. إذن نحن كمسلمين يجب علينا دائما أن نقول هذا الكلام. انتبه، لا يقع في قلبك أنك مستغن عن الله أو أنك لا تحتاج إلى إعانته وإلى إمداده إياك بالقوة، كلا، بل استشعر دائما أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول أدمنتها شهور ففرج الله كل كربي. اتجوز وبقى عنده شقة وعربية وسبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة. أمال تبقى إيه في الدنيا؟ اللي في الجنة كنز، أمال في الدنيا تبقى إيه؟ يعني مو توحيد نظري، لا توحيد عملي، صدق فيها يقين وتوكل عجيب. فقولها جي من داخل قلبك، استشعرها لما هم تصير عليك شوية هموم ضغوط حياة، قول لا حول ولا قوة إلا بالله. خلي مدك القوي بقوته سبحانه. أقسم بالله العظيم تدري شنو؟ طاقة، هذا اللي يسمونها طاقة إيجابية، هذه طاقة رحمانية إلهية من الله عز وجل. يعني مش عايز اقول لك جربها، عايز اقول لك عيش كده الحوقلة كده، عيش. طب اعيش ايه؟ لا مفرج للهموم والكروب والأحزان إلا الله الذي لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له ولا مثيل له. فالله أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله في الصباح وفي المساء وفي كل يوم، لأنها تفرج الأحزان والهموم والكروب وتقرب كل خير، وهي كنز من كنوز الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. شيء أعجوب، بس شوية يقين، شوية يقين بالله عز وجل داخل قلبك، وشوف البركة. ألف شكر.